انتوا متخيلين كمية النجوم اللي انتوا شايفينهم؟ متخيلين اسامي اللعيبة اللي في الملعب؟ اللي ما حضرش الاجيال دي ما شاهدش كورة. اللي ما حضرش الانتر والاي سي ميلان واليوفنتوس في ايطاليا في العصر ده ما حضرش كورة اساسا. انا متخيل ان كانت الميلان متصدرة مثلا، كانت توصل على طول انها بطولة اوروبا. ماتشاها والليفر اللي هو خلص مثلا رومنتادا للليفر. ماتشات كتيرة ليها. ماتشة برضه ماتشها مع الليفر اللي هي كسبته في اعتبارها. بس متخيل كمية النجوم اللي في الملعب؟ مونديري وانيستا وشفاشينكو. ايه يا عم، ايه ده، ايه ده بجد والله. وريال مدريد بقى حارس ولا حرج. رونالدو وزدان وروبرتو كارلوس ولويس فيجو وراؤول وديفيد بيكهام وكاسيلاس، وايه ده. انت تقعد بس عن كده، اقسم بالله طول الماتش 90 دقيقة. 90 دقيقة انت مش هتتفرج على حاجة. هجمة هنا وهجمة هنا، هجمة هنا وهجمة هنا وبص، وضغط هنا وضغط هنا. دي عصر الكورة بجد. اللي ما حضرهوش سيبك من بتاع اليومين دول. دي الكورة اللي كانت بجد حلو تتفرج على متعتها. كان الفرقة بتلاقي ال 11 لعيب، كل لاعب في مكانه نجم. كل لاعب في مكانه نجم. كانش في اختلاف مثلا من الجول لحد المهاجم، ولا باك يمين ولا دفاع ولا باك شمال ولا ديفندر ولا نص ملعب ولا. يا ويلي يا جدعان، يا ويلي على الجيل ده والله العظيم. حاجة شابوه شابوه اقسم بالله.